ده شارع جمال عبد الناصر من اوله، وطبعا من اهم شوارع في اسكندريه، والاكوام الزباله بطول الطريق. نفس سيناريو امبارح المشاريع بس لسه في بدايتها. طبعا ده على السكه كده طابور السولار الزبالة بس. الزبالة قدام. والزباله قدام. لحظة بقى. وده كده الطابور اخف بكتير من بتاع امبارح. أنا يدعيني عين أزمة حلت شويه. اصلا مفيش جاز، مفيش سولار. طبعا بداية النفق اكوام زبالة، ودي طبعا زبالة بسيطة جدا في وسط الشارع. يا جماعه بوابات مياه الزباليه. عادي جدا انك تلاقي اكياس زبالة على الرصيف. الطريق ودي ست بتدور على اكل في الزبالة برضو عادي جدا. عند المستشفى ده المستفيد الاول والاخير باكوام الزباله اللي موجوده في بلدنا. طبعا الراجل ده واللي زيه بيعدوا بياخدوا اللي هم عايزينه وبيسيبوا الباقي طبعا. وصلنا ميامي. ميامي احنا دلوقتي جمال عبد الناصر واكوام الزباله اهي بطول الطريق. خلي شويه رمي عشان نقدر نصور كل حاجه. ده في شارع جمال عبد الناصر في ميامي، في شارع من اهم الشوارع في اسكندريه. مفترض ده رقم. مفترض فعلا ان هي رقم، وشارع رئيسي مش شارع جانبي. غير معقول وغير آدمي. البنزين اصلا جبل زباله. وطبعا برضو لطول الطريق اكوام من الزبالة. بقى عادي جدا ان نلاقي الزبالة واصلة لنص الشارع. هنا قدام الأكاديمية يفترض ان منطقة راقية، ودي اكوام من الزبالة. برضو قدام الأكاديمية كومة تانية من الزبالة. هنا سيرفيش. طبعا دي اكوام صغيرة جدا مقارنة باللي احنا شفناه قبل كده، ولكن مفيش شارع في اسكندرية تقريبا يخلو من اكوام من الزبالة. سيرفيش قدام الجامع كده، قدام جامع مسجد سيرفيش. طبعا اكوام من الزبالة برضو.
ده على البحر. الوطني القديم، خالد بن الوليد، شارع خالد بن الوليد، برضو أكوام من الزبالة. اتحرك شوية يا رامي كده عشان نقرب. انت برضه مش فاكر دي حاجات وطاق باتوا انت باتوا. احنا هنا في العسوي عند مقابر سيدي بشر، وبرضو أكوام من الزبالة. واضح ان الناس بقت بتتعامل مع الموضوع عادي جدا، الناس متعايشة ولا كأن في حاجة، بقى شيء معتاد، بقى جزء من حياة الناس. برضو العسوي وأكوام من الزبالة، وطبعا الريحة لا تطاق. والكلاب بتاكل ايه؟ يعني الزبالة هتستقطب شيء. قدامك ده طبعا العسوي برضو أكوام من الزبالة، أكوام من الزبالة. ده ظهر المستشفى صح؟ ده ظهر مستشفى جيهان. فلا احنا لازم ننزل، يلا بينا يا جماعة ننزل نصور الكلام ده تحت. ده ظهر مستشفى جيهان، يعني يفترض انها مستشفى. أكوام من الزبالة، أكوام من الزبالة، وللأسف فيها مخلفات طبية، يعني شيء غير صحي على الإطلاق. اليوم السابع ان شاء الله. بصوا عليكم اسكندر ابراهيم برضه في نقشه حلوه. طالعين احنا ماشيين بطول الطريق وموقفناش تصوير ولسه ما جبناش اخر الزبالة. وهنا فعلا نقول النهضه في كل الشعب. احنا هنا دلوقتي في ملك حفني سيدي بشر، طبعا برضو أكوام من الزبالة. بس انا مش عايز الاغنيه ده بيبعتها لي. ده كوم صغير طبعا مقارنة بكل اللي شفناه ده يعتبر حاجة. السكه حياتي كلها خير يا شباب. ماشي. ده احنا هنا كده بقينا هدى الاسلام بحر السكه قدام مجمع مدارس. مجمع المدارس طبعا برضو من الزبالة. حاول تجيب زوم. كتير ندخل من العيال تضرب غرقانة. واهل المنطقه اساسا معروفين، فالباقي غريب بيتظبط. وريك الصندوق. هو تقريبا الزبالة بقت جزء من الرصيف، يعني الزبالة بقت في الشوارع عاملة زي الرصيف، اللي هو منظر معتاد. تقدر تميز ان ده رصيف من الزباله اللي عليه، لو ما عليهوش زباله مش هتعرف. انت حافظه بالشارع. شايف امبارح اصلا دي كانت قافله السلم خالص. طبعا أكوام من الزبالة، أكوام من الزبالة. العيب فينا كده. أكوام من الزبالة. على الأفلام ولا ده منتزه الزباله. هو ده المستفيد الوحيد.
وده الراجل بيدور شويه على حاجات شويه في الزباله كده، وبيسيب بقيه الاكوام زي ما هي. مش عارف، احنا تصوير مستمر واكوام زباله مستمره. كان زمان بيبقى في حته معينه الناس بترمي فيها كل الزباله، ولكن دلوقتي بقى اسكندريه كلها مقلب زباله كبير. مش ممكن. ده الموقف اللي فيه تاني خالص. ده الموقف. ده موقف الزباله. ده مستشفى المباراة العصافرة، ده بعد ما نضفوا يعني. ده بعد كده، بعد ما تم التنظيف نهائي. الزبالة الناس بقت متعايشة مع الزبالة بشكل طبيعي جدا. مع صفرة الناس عندنا بتستريح. الناس ما بقتش بتستغرب من منظر الزبالة. لا بيستغربها. يقول لك ايه، بص ايه الدنيا حلوه. عاوزين نعرف، يلا بينا. يا نهار ابيض، جيب الكم من تحت الزبالة بتبقى جنب السلالم. ايه الكلاب بياكلوا دول ولا بيعملوا ايه؟ زكار. بعمل لها مونتاج. دلوقتي احنا في المنظره. احنا وصلنا المنظرة. مالك حفني دلوقتي برضو والزبالة ما خلصتش. نعم يا احمد. خد بقى الكومه ده، خد الكومه الحلوه دي يا اتش، كادو مني ليك. طبعا الراجل جاي يفضي الزبالة هنا. لا ده لسه لا، مش بينفض. لا ده بيوسع مش العربية بينام، كمان مش قدام. بيفضي، دي كل دي الزباله. لكل دي زبالة. والله نفسه يفرق عليه. جايب حصانين وجاي فيه. يعني مش ممكن. يا جماعه دي في المنظره. ده في المنظرة مالك منظره حفني. بحري. تلال من الزبالة. الزبالة دي شكلها نضيف ليه كده؟ دلوقتي يا جماعه عند الشيراتون. طب عشان كان دي. احنا دلوقتي دي ابراج الشيراتون في المنتزه. حتى الناس كلها مستغربه ان الزباله نضيفه. والله الزبالة نضيفة قوي. احنا كده شارع جمال عبد الناصر جنب حسن، جنب حسن، جنب حسن. المنظره. المنظرة. مفيش عندكم في البرج الكلام ده؟ مفيش طبعا يعني تل برضو من الزبالة. الزبالة واصلة لنص الشارع. الزبالة واصلة لنص الشارع ومحدش بيشيل، والناس بقت بتتعامل مع الوضع كأنه طبيعي. بيوصل نص الشارع. نص الشارع. نص الشارع جمال عبد الناصر. والناس السكان حوطوها بخشب. الناس فعلا عملت حواطة بخشب، عملت لها حدود وخلاص كده. كومة تانية للزبالة، كومة كبيرة كالعادة برضو. هنا احنا في العصر. عصافرة عبد الناصر.
تعزيز أباظة بالعصافرة. اتفرض انها مدرسة. لا الزبالة حيز من الزبالة اخدة نص الشارع بالظبط. بص دي هننزل لها لازم ننزل لها دي يا جماعة. جيب اسم المدرسة في الفيديو. اركن على جنب برونو. هي هتطلع مصحف يا عم. الزبالة اخدة نص الشارع بالظبط. ده على مدرسة عزيز أباظة. ادي المدرسة. انا عايز افهم ازاي طلبة تبدأ يومها بالمنظر ده. ازاي طلبة يبقى على باب المدرسة بتاعتهم المنظر ده. الريحة هنا في المنظرة عند الجامع وفي ظهرنا الشارع. ياخد لفة. اوكي. طبعا هنا الناس لما في 1 2 3 4 5 6 7 8 حوالي 10 صناديق وزبالة بره بمنظر غريب. بشكل غريب جدا.